السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض أجمد حاجة في الشتاء، وهي البليلة باللبن والمكسرات والبسبوسة والكنافة والكريم شانتيه. يلا بينا نشوف هنعمل ازاي البليلة الجامدة دي. الخطوة الأولى، أول حاجة معايا حوالي نص كيلو من غلة القمح. غسلته كويس لحد ما المية بتاعته بقت بيضة خالص. وبعدين الخطوة التانية، نقعت الغلة حوالي نص ساعة بس، مش اكتر. وبعد كده جبت حلة كده على النار بتغلي، وهضيف غلة القمح بتاعتنا بالشكل ده، وبعدين هسيبها تغلي. التركاية بقى اللي هنا اللي هتخلي البليلة بتاعتنا تستوي وما تاخدش وقت في النقع كتير، هي معلقة الملح دي. هحط كده معلقة الملح دي، وهسيب البليلة بتاعتنا على النار تغلي بالشكل ده. خدتش وقت خالص، خدت يعني حوالي نص ساعة كمان على النار، لحد ما حجمها اتضاعف وزاد وفشرت معايا بالشكل ده. لان معلقة الملح دي بتزود معانا سرعة الغليان وتخليها تستوي معانا بسرعة. معايا لتر من اللبن، هضيف عليه نص كوباية من السكر، وطبعا السكر حسب الرغبة. يعني ممكن تحط سكر بكمية اكبر او اقل، او ما تحطيش خالص زي ما انت حابة. هحط معلقة فانيليا صغيرة وهدوبها مع السكر كده، وهجيب كده اطباق التقديم بتاعتنا. هحط في كل طبق معلقة كبيرة من البليلة اللي احنا عملناها بالشكل ده كده. وجبت كده طبق مشكل بسبوسة على جلاش على كنافة. هحط في كل طبق قطعة من البسبوسة، وقطعة من الجلاش، وقطعة من الكنافة. وبعد كده اخر حاجة معايا معلقة كبيرة من الكريم شانتيه. وبعد كده هنضيف اللبن المغلي في الاطباق. طبعا انا اللبن غلياه، غليته، وبعد كده حطيت نص كوباية السكر، وبعد كده حطيت معلقة صغيرة فانيليا عشان تبقوا عارفين. وزي ما انتوا شايفين كده. واخر حاجة هحطها المكسرات، اي مكسرات عندك انت تحبيها زي ما انت شايفة كده. ويا رب يكون الفيديو عجبكم والوصفة عجبتكم، وتكتبوا لي في التعليقات لو هي عجبتكم. وما تنسوش تعملوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.